اهلا كابتن. ابو داوود. سلم. هلا ابو داوود، كيف حالك؟ كيفك حبيبي؟ اخبارك؟ عليكم السلام. كيف الحال؟ برنامج مباشر ابو طيب. داوود. حكيم ابو داوود كيف حالكم؟ سامحونا على الاقتحام ها؟ هلا ابو داوود. بعد اذنكم طبعا انا جاي على الاخ علي نوري. اقعد علي نوري، اقعد اخوي. اهلا وسهلا. انا جاي خصنص للاخ علي نوري. اهلا ومرحبا. في موقف صار بينه وبينه خارج الاستديو. انتم اخوان. انا اسأت لعلي نوري، هاي قدام العراقيين اخواني وحبايبي العراقيين واهلي الله يحفظك وعزوتي. وانت هم اخونا واحنا في بلد يعني بلد الخير، بلد العز، قطر. نعم. اللي بتحضن كل الاشقاء العرب. اتمنى تقبل اعتذاري يا علي نوري. لا. هي امام الكاميرا وقدام الاخوان وقدام اخوان العراقيين والاردنيين. الاخوان انت اخ عزيز انت كبير. انت الله يبارك فيك. انت هذا انت عيش وملح. اول شيء يا ابو داوود انت تعرف محطتك شنو؟ الله يبارك فيك. هذا فكرك وتعرف وادبك محبتك ومحبتك انت وكذا. عندنا واليوم معزوم ومكانتك على بالبرنامج. بالليل. يعني ذبحنا هذا الباشا دبر. بس منو مرتب وياك ومنو مدليك بالاستوديو ومنو مضبط لك هاي الامور كلها بحيث دخلت من دون ما ندري؟ شوف انا من دون- الشباب انا هيدا على الهواء، الشباب برا ما قصروا. انا اقتحمت الاستديو عنوه. وهذا هاي قناتي يا علي نوري. انت زين. عارف انه هذه قناتي. وانا يعني لما يعني عنصر حاولت رئيسي بالبرنامج. معك علي نوري اتواصل معك وانت بتركيا وانت ببغداد. يعني صراحه ما في رد. زين. قلت يعني ما صدقت على الله، اجيت هنا وقلت خليني ادخل عليك واقتحم الله. الاستديو ومع عليك. حبيبي. هذا حبيبي ابو داوود. الشجاعة ابو داوود اولا حبيبي. اقسم بالله ما حد يسويها الا شجاع. واللي ما يعرف بالموضوع هو اذا غادر في بغداد، اذا غادر الاستوديو فهو ما غادر قلوبنا ولا قلوب العراقيين. ابو داوود واحد من عندنا وبينا. الله يسعدك. وانا قابل اعتذارك يا ابو الله داوود. يسلمك. هذا العشاء والاعتذار من شيء من شجعان. الله يسلمك. انت هذا العشاء. انت ممكن انا خليتك على راحتك ولا عاتبتك ولا تكلمنا ولا سولفنا ولا حكينا شيء، صح؟ هذا اللي ألمني يا علي اللي بيننا اكبر من هذا الشيء. وهذا اللي خلاني اجي. يعني الصداقه الاخوه اللي بيننا يعني خلتني ادخل بهاي الطريقه. اولا الله يبارك فيك احنا علي. اولا اعتذارك مقبول. سامحونا يا اخوان. وبالعكس يعني اسعدتني رغم مفاجاتي اليوم الله يبارك فيك. بالموضوع، هذا بالطيب اصلا. لكن اسعدتني وانا اقبل حبيبي. اعتذارك لعده امور. اولا لاننا في دوحه الخير، اكيد وفي قطر بلد الامن والامان والسلام. اكيد. وثانيا لانك ابو داود. الله يسلمك. وثالثا انا قابل الاعتذار لان الي محبه وانا ابادل المحبه الله يبارك. للجمهور الاردني الكبير اللي ممكن زعل في يوم ما، بالعكس. لكن إخواننا. حبايبنا واخواننا. اهلا وسهلا بك. خلي